السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة كده ان شاء الله جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. النهاردة كده كان عندي عزومة صغنطوطة خالص، هي مش عزومة يعني. انا كنت عاملة الاكل دوت وكنت واخداه وراح افطر عند امي. راح افطر مع امي كده لان والدتي ست كبيرة وما بتقدرش تروح ايه عند اي حد من اخواتي. بس كده. كنت عاملة بقى حمام، وزي ما انتم شايفين كده ورق عنب. كنت عاملة بط، كنت عاملة ممبار. بس كده هوريكم. يلا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. اولا دي كده بطايه كانت عندي في الفريزر. هقطعها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده ايه، انا كنت اصلا قبل ما احطها في الفريزر انا كنت غسلاها. كانت متنضفه كويس جدا، وكنت غسلاها برده في المحلول بتاعها، بس برده هحطها تاني في محلول لان انا حطيتها في الفريزر وقعدت شويه في الفريزر. هقطعها كده زي ما انتم شايفين على قد عددنا. وبعد كده بقى هجيب هغسلها برده كويس برده تحت الميه، وبعد كده بقى هجيب المحلول بتاعها اللي هو ايه، احط عليها معلقه دقيق، حبه خل، اعصر عليها كده ليمونه وحبه ملح وحبه طحينه، واسيبها برضه في التتبيله ايه شويه. الطحينه يا جماعه بتضيع اي زفاره من اي مثلا فراخ، بط، اي حاجه فيها زفاره، فالطحينه بتضيع الزفاره بتاعتها. بس هقلبهم كده ببعضيهم واسيبهم ايه، اركنهم شويه في ايه، في قلب المحلول ده. وبعد كده بقى ايه، هخش بقى معايا تاني ايه، معايا حمام برضو كان عندي في الفريزر. هما برضو على قد عددنا كده، هغسله كويس برضو، انا كنت غسله برضو وحطاه كويس في الفريزر. هغسله برضو تاني عشان اطلعه من الفريزر عشان التلج والكلام دوت. اغسله برضو تاني وهبدأ كده ايه، بالراحة كده بصباعي، افتح ايه من تحت يعني افتح الجلد، افصل الجلد عن اللحم عشان لما اجي احشي فيه. بس بالراحة خالص كده، دخلي ايدك كده عند الصدر بتاعه وعند الاجنحة بتاعته كده بالراحة، وافتحيه عشان ما يتقطعش منك ولا اي حاجة. بس هفضل اعمل كده كله، وبعد كده برضو ايه، احط برضو في ايه، في محلول ملح برضو اللي ايه، نفس النظام برضو، حبة خل، ليمون، حبة دقيق، حبة طحينة، وايه، وحبة ملح، واسيبهم برضو ايه شوية نفس النظام كده. بس كده. على فكرة انا بعد ما عملت الحمام، بعد ما سبته شوية في التتبيلة دي هو والبط، جبت كده بصلاية فلفل اسمر، صفيتهم من المية دي، وبعد كده جبت بصلاية فلفل اسمر وايه، دعكتهم كده كلهم بيها. برضو هنا معايا ممبار. الممبار ده انا كنت جايباه ومنضفاه وشايلاه برضو في الفريزر. طلعته كده، هقطعه زي ما انتم شايفين نفس النظام، وبعد كده برضو هحطه برضو ايه، في المحلول بتاعه. برضو حبة خل، حبة طحينة، حبة ملح، ليمون، نفس النظام كده، واسيبهم شوية. هنا برضو دي التسبيكة انا كنت عاملاها وحطيت عليها التوابل بتاعتي اللي هي حبة فلفل اسمر، حبة كزبرة، حبة كمون، 7 بهارات، حبة ملح، حبة سكر. وخلاص على كده. بس انا كنت بسخنها بس شويه ايه، عشان ايه، هبدا احشيها. انا كنت عاملاها قبلها بيوم التسبيكه بتاعتي دي. هبدا بقى احط هنا بقى ايه، مكعبين زبده. وخلاص على كده ايه، وهجيب الخضره بتاعتي انا كنت غسلاها كويس جدا، وكنت ايه، مخرطاها. وهبدا بقى ايه، الرز بتاعي كنت منقياه وكنت غسلاه. هجيب الصلصه بتاعتي ديت بقى واحطها ايه على الرز، واقلبهم كده كلهم في بعضهم. ادي الرز بتاعي والخضره، احط عليهم الصلصه واقلبهم في بعضهم بقى وايه. وهبدا احشي بقى ايه، برضو معانا النهارده ورق عنب، هوريكم برضو وانا بسلق ورق العنب. هبدا احشي بقى ورق العنب واحشي الممبار والبطه كنت طبعا شلتها من التتبيله بتاعتها، وزي ما قلت لكم تبلتها بحبه فلفل اسمر وحبه بصلايه كده مبشوره، وسنه تومه كده صغيره كنت دقاها، حطيتها عليهم. وخلاص على كده هنسوي بقى النهارده المحشي بتاعنا بطريقه جديده. لا هنحط عليه شوربه ولا نحط عليه ميه ولا نحط عليه اي حاجه، طريقه كده حلوه لتسويه المحشي. وهوريكي والله المحشي كان طالع مش عايزه اقول لكم مستوي، والبطايه ذات نفسها كانت طالعه ايه، دايبه كده. بس هنا انا كده خلصت الخلطه بتاعتي، وده الممبار بتاعي بعد ما صفيته. تعالوا نشوف بس ورق العنب الاول وانا بسلقه. معايا هنا ميه مغليه، حطيت فيها حبه زيت، وكام شريحه ليمون كده، وحبه ملح صغيرين. طب انت حطيتي هنا زيت ليه؟ الزيت بيخلي الورقه كده تبقى معاكي طريه، انتوا هتشوفوها دلوقتي، وبعدين بتديله كده ايه، لمعه جميله.
الزيت بيدي لمعه لورق العنب كده جميله قوي في قلب الحله، او في قلب الطاجن بتاعك عامه يعني. بس ده ورق العنب اللي انا كنت جايباه معاكم قبل كده في يعني من قيمه فيديوهين ولا حاجه. انا كنت شايلاه في الفريزر، ما كنت سلقاه. يعني ما شلتوش مسلوق ولا حاجه. فهسلقه زي ما انتم شايفين كده، وهطلعه بقى في قلب المصفى بتاعتي ولا في قلب الحاجه. هسيبه الصفى. انا قبل ما اسلقه كنت غسلاه اصلا بايه، بحبه ميه تحت الحنفيه، لان انا مش عايزه ايه اغسله تاني قبل ما اجي يعني ايه بعد ما سلقته. بس هطلعه بقى كده في قلب المصفى بتاعتي واسيبه ايه يتصفى بتاعته براحته. بصوا بقى هنا وانا مطلعاه تحس ان هو ايه مديله لمعه كده. والليمون بقى طبعا انتوا عارفين بيدي مزازه اكتر اللي هو ورق العنب. والملح يعني بيظبط ايه الطعم بتاعه. انا هنا بقى كنت خلاص خلصت سليقه. ودي العصيان بتاعته برضو بحب احطها كده في الارضيه بتاعت الحله. معايا بقى جزر قطعته، معايا طماطم، ومعايا فلفل، ومعايا بصل هقطعهم كده زي ما قلت لكم في الارضيه بتاعت قلب الحله بتاعتي. وبعد كده بقى البطايه زي ما قلت لكم دعكتها كويس جدا بحبه ملح وحبه فلفل اسمر وسنه صغيره من التوم. مش عايزه تحطي توم ما تحطيش. وهبدا بقى كده ايه ارص البطايه بتاعتي في قلب الايه في قلب الحله. وبعد كده بعد ما ارصها هحشي عليها عادي ورق العنب. طب هتستوي معانا؟ اه هتستوي معانا، وهوريكم دلوقتي التسويه بتاعتها تبقى عامله ازاي. بس كده بقى هجيب بقى ورق العنب بتاعي دي. كلنا عارفين ان احنا بنلف ورق العنب ازاي، مش محتاجه ان انا اقول لكم يعني لف ورق العنب عامل ازاي. هحط كده الفه في هحطه في قلب الحله. بعد كده بقى ايه بعد ما اخلص لف التسويه بتاعت البطه دي او بتاعت المحشي بتاعي ده، هحطه على نار عاليه عادي. اول بس ما احس ان هو اصلا البطايه هتنزل الميه اللي فيها فايه هيستوي على البخار. اول ما اسمع كده صوت البقبقه كده بتاعت الحله، ايه هوطي لها ايه النار. يعني ايه بتاع ايه شويه كده صغيرين. وبعد كده هاجي تاني اوطي النار بقى ايه خالص في الاخر خالص. طب انا هنا بقى كان معايا ايه، كان معايا بصل وجزر وهي ورق لوري وكوبا صيني، وكان معايا حبهان، وكان معايا حبه كمون وحبه ملح. دي بقى الميه بتاعت الايه الممبار اللي انا ايه هحشي فيها. هحط كده الممبار. وبعد كده انا معايا ميه تانية هحط فيها نفس برضو التوابل اللي حطيتها دي هحطها هنا. بصل، ورق لوري، حبهان، كوبيبه صيني، حبه ملح وطماطميه وجزر. هحط برضو نفس النظام في الحله دي بقى بتاعت ايه الحمام. هسلق فيها الحمام بتاعنا. اهي حبه كزبره، حبه فلفل اسمر، حبه كمون، 7 بهارات، كوبيبه صيني، مستكه، والجزر والبصل معايا والطماطم واحطهم كده. واحط عليهم حبه ملح صغيرين. واول ما الميه كده تبدا تغلي معايا شويه هقوم ايه انزل بيها بالحمام بتاعي. الحمام بتاعي انا كنت عاملاه الكبد والقوانص بتاعت الحمام خدتها شوحتها كده في قلب البصلايه ومتخرطه، وحطيت عليهم الرز. يا دوبك بس اديته حبه ميه كده صغيرين ياخد معايا بس ربع سوا. مش يستوي كده سوا كامل، لا ياخد معايا كده بس ربع سوا. وبعد كده ايه بدات ان انا ايه احشي بيه الحمام بتاعي. حشيت بيه من تحت الجلد كده زي ما انتم شايفين، وحشيت بيه قلب الحماميه بتاعتي من جوه. وهوريكم دلوقتي الشكل. هنا انا جبت حله المحشي بتاعتي، حطيت عليها كده مكعبين زبده من فوق زي ما انتم شايفين. وهوريكم النار هتبقى عامله ازاي دلوقتي وانا بحط حله المحشي. هسيبها كده شويه، هسمع كده البقبقه بتاعتها ان هي بتستوي على البخار. وهوريكم دلوقتي وانا بسويها على البخار. وبعد كده هروح اوطي النار سيكه صغيره خالص. وبعد كده بعدها بشويه تاني اروح اوطي النار ايه خالص. هنا كان الحمام بتاعي كان استوى، الممبار بتاعي كان خلاص داخل في السوا. وهوريكم بقى كده ايه في اخر حاجه خالص انا وطيت البوتاجاز ازاي. بصي هنا كان خلاص ما شاء الله كان داخل اصلا عليه في السوا. والله ما حطيت فيه لا ندعه ميه ولا اي حاجه، هو على البخار بتاعه. بصوا كنت موطيه عليه هنا بقى خالص. هنا سبته كده براحته بقى خالص. وبعد كده ايه كان ناقص برده شويه ايه على المغرب حلوين. وبعد كده بقى رحت عند والدتي بقى، خدت الاكل بقى ورحت عند والدتي. قلبنا بقى كده بقى ما شاء الله عليها حله المحشي بقى. بصوا بقى البط عامل ازاي.
مش عايزه اقول لكم والله العظيم كان مستوي ازاي، وكان طعمه ما شاء الله عليه، وكان مسكر ورق العنب قوي. ورق العنب ده كان مسكر، كان طعمه ما شاء الله. وادي الممبار بتاعي وادي الحمام. وده كان اكلنا كده النهارده. ولو وصلتوا بقى لغايه هنا ولسه بتتفرجوا عليا، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.